بسم الله ما شاء الله يا بنات. الفرن يكون نار حاميه، واهم حاجه اللي يعني ايه ما يسيبوش يعني يخمر زياده عن اللزوم، ولا نركنه كده كده. بسم الله ما شاء الله، هوريكم الشكل والمنظر والجمال. فرن جميله في السوا، بسم الله ما شاء الله. هنا كده ايه هنبدا هنا مع معلقتين سكر. هننزل ب3 اكياس خميره، هنعمل 2 كيلو قرص طريه فلاحي. لازم نحط الخميره كده على السكر ونحط عليه شويه ميه دافيه، نشوف الخميره ايه يعني حلوه ولا لا، نشطه ولا لا، عشان ايه ما نضمنهاش برده. بس انا الخميره كويسه، بس لازم نعمل الطريقه دي قدام بعضنا. كده معلقه سكر كبيره على 3 اكياس ايه، على 3 اكياس خميره، معلقتين سكر على 3 اكياس خميره على 2 كيلو دقيق. هننزل بقى نسمن ده كده، هننزل ايه بشويه ميه ونركنها جنبنا، نقلبها كويس عشان نشوف الخميره شغاله كويس ولا لا، عشان العجينه بتاعتنا ما ايه ما تبص مننا يا بنات. اهم حاجه الخميره تكون شغاله، وندوب السكر كويس كده ونسمي الله ونطلع على بسم الله الرحمن الرحيم. ندوبها كويس كده وهنركنها جنبنا، نسيبها ايه تتركن بقى جنبنا كده عشان نشوفها ايه كويسه ولا لا. هنبدا ننزل بيه تاني بقى كده، خلاص كده هركنها جنب. هننزل بقى هنا على الدقيق كده، كيس بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر ده كده يا بنات. ننزل بقى على الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. كام كيلو دقيق يا حاج؟ 2 كيلو دقيق يا غالي. تمام. وننزل بقى هنا ايه معلقتين سكر كبار والملح، ان لازم الملح يا بنات، ونسمي الله وننزل بالملح. نزلنا بالملح والسكر والبيكنج باودر على الدقيق. هنعمل ايه نقلبهم بقى كويس سكر جدا. تموين. لا ما السكر سكر تموين اللي ايه ما يفرقش يعني، هو مش رز بلبن، الرز بلبن هو اللي بيحب السكر فاتح. نقلب كويس جدا عشان مبقاش حته فيها الايه البيكنج باودر ومكان، لا لازم نقلبها كويس كده. هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل شويه قرص يا بنات بقى ايه ينفعوا للعشاء للفطار، المدارس جايه. هننزل بيه تاني. دي زبده يا بنات، دي زبده وزلندي وعليها زيت، دي زبده وزيت، يعني ممكن تعملي بزيت ماشي بسمنه بلدي اللي انت عندك، اللي موجود عندك في البيت اشتغلي بيه. دي زبده وزيت. هننزل بقى الزبده كده والزيت بسم الله، وهقلبها ايه في الدقيق كده. نشرب الدقيق بالايه، ما بكترش طبعا برضك السمنه، بس الزبده حلوه جميله جدا، الزبده الصفرا ديت مع الزيت. اهم حاجه هي كوبايه وربع زيت على كوبايه زبده، مسيحاها على بعضهم. بس انا ما حطيتهاش سخنه، ما بحبهاش سخنه انا على الدقيق كده. هننزل بقيه الايه الزبده، ومكان الحله دي برضو هنحط فيها شويه ميه عشان نستعملها برضو كده. نقلبها كويس جدا. وبعدين انا ايه مش هلبس كلافز وانا بعجن، انا قاصه ضوافري وغاسله ايديا. ونسمي الله ونصلي على النبي كده. ايه ندخل الزبده بالزيت كله في الدقيق كويس كده، نشرب الدقيق بالحاجات ديت. ننزل بقى بدايه احسن. وانا هنا عامله ايه كمان اقول لكم انا عامله ايه تاني. هنا الميه هحط هنا شويه ميه مكان السمنه والزبده هنستعملها برضو. بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنسمي الله وهنفرك بايدينا بقى كده، نشربها كده بايدينا كده، نفركها كويس كده كأنك بتعملي كسكسي كده، عشان نشرب الدقيق بالزبده والزيت كأنك بتبيسي كسكسي كده. تبقى رمليه في ايدينا كده يا بنات. وبعدين في ناس برضه بيحطوها بعد ما بنعجن مفيش مشكله، وبيحطوها مع اللبن. يعني اخت مساعده الله يرضى عليها يا رب ويصبرها بتقول لي حطها مع اللبن، بس انا بحبها على الدقيق كده. بسم الله ما شاء الله. عايزه تحطي بقى سمسم براحتك، عايزه تحطي اي حاجه محلب اللي انت عايزاه تحطيه، بس انا بصراحه هعملها بالحاجات دي كده ساده. وعايزه تحشي بعجوه براحتك بجبنه، بس انا عايزاها ساده. ريحه الزبده بصي يا بنات، لما تكون الزبده نظيفه او حته قشطه عندك ولا حاجه تشتغلي بيها بتبقى حلوه قوي. بصوا الدقيق كأنك بتعمل كسكسه كده. نعمل بقى نسمي الله. انا هنا عندي لبن رايب، جبت كيلو لبن رايب وحطيته في الحله دي بغطا، وبقيته على الرخام عندي ليله. بص بقشته بحاله بماله كده، هبدا اعجن بيه. هنسمي الله وننزل باللبن الرايب كده، مش هننزل بيه كله. ونبدا بقى ايه بصوابعك بقى كده لمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا كده يا بنات. لا لسه اهو. سمي الله. هناخد لبن وهناخد دقيق ميه كده. بقيت شاطرين. بسم الله الرحمن الرحيم
لبن رايب يا بنات، عاملاه في البيت جميل بقشطته كله كده ايه، قلبته في قلب بعضه وعجنت بيه. ده كيلو لبن حليب بيته في الحله في المطبخ، الجو حر بيطلع لبن رايب على طول، وما حطيتش عليه اي حاجه، وسبع بسم الله ما شاء الله. قلبته بالقشطه كله في قلب بعضه. نحلب. انا بحب اعجن بايد واحده على فكره، ما بحبش ايه بدايه اتنين، لا كده بسم الله ما شاء الله. نلم كله كده. اهم حاجه العجن يا بنات، اعجني كده وسمي الله وصلي على النبي. لو هتعملي نص كيلو دقيق هيعمليه حلو جميل لاولادنا كده مع كوبايه شاي بحليب، اكله جميله، فطاير جميله. ورس الفلاح الطريه، ريحه اللبن بالزبده ريحتها جميله. انا لسه اهوت هننزل بايه تاني، اقول لكم هننزل بايه. بسم الله ما شاء الله. ادي الخميره جميله، الخميره ننزل بالخميره. خميرتك سكرك، كل من دقك ايه يشكرك. النبي عدى عليا قال لي الشهد يا صبيه، قلت اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المها بقى كده وارجع لكم كده يا بنات. العجينه انا حطيت لها كيلو لبن رايق، وحطيت لها ايه، حطيت لها كوبايتين ميه. كل عجينه يا بنات لها ايه حاجه معينه، في عجين فيها عرق وفي عجين ما بياخدش ميه كتير، بس لازم ميه ولبن، ما ينفعش لبن بس. الله على جمالها وريحتها. شكل العجينه يا بنات. نريحها بقى كده نص ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينه ناعمه اهيت وحلوه. نغطيها بقى كده نص ساعه بنحضر حاجتي كده. الجو حر عامه مش هنتاخر عليها كتير. نركنها بقى نص ساعه ونشوف هنعمل ايه. حلو نشوف منظر العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنصلي على النبي كده يا بنات اهي. بسم الله ما شاء الله خمرت. هنسمي الله ونبدا بقى ايه نشكلها على حسب ايه ما انت عايزه. نعملها كور صغيره كده نخليها نعمل ايه كده. الصينيه دهنها دهن زيت صغيره، مش هنكبر. وبص مقاس واحد وبعدين بص خليها زي ما تيجي معاك يعني ايه اهي. بسم الله ما شاء الله من هنا ومن هنا اهي. نبدا نقطع كده زي واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بايديكي كده تطلع معاكي مسويه وتيجي عاملاها بايديكي كده. ايه لك ام سهيله اهي جميله. نعمل كمان واحده برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب حته عجينه كبيره. العجينه جميله في ايديا، شكلها زي ما انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا بنات هشكل بقى الصينيه كلها على هذا الاساس كده ونشوف هنعمل ايه. كده يا بنات شكلنا القرص اهيت. هنغطيها بقى كده ونبدا نفرد. بسم الله ما شاء الله. بص العجينه كده، هاتوا الصوره عليا هنا اهي. ارتاحت العجينه اهيت شكلتها. هبدا بقى افردها كده قدامكم ونغطيها باهم حاجه كده بقى. هاتوا يا بنات بنبدا نفردها كده. نسمي الله ونصلي على النبي. طبعا انا شكلت صاجين اهي كده. ادي شكلها، ولا الرحافه قوي ولا يعني ما تبقاش خفيفه قوي ولا تخينه قوي. هنعمل كمان كام واحده كده قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينه بملبن في منتهى الجمال. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. ولايك وشير يا بنات، واللي مشتركش في القناه يشترك. العجينه في منتهى الجمال ولا دقيق، بس الصاج دهنه خفيفه ايه زيت كده عشان ما تلزقش في الفرن في السوا اهي. بصي ولا عليها دقيق ولا عليها اي حاجه ولا بنشابه ولا اي حاجه. ايه رايك يا ام سهيله بقى اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينه في منتهى الجمال. تسلم ايديك يا ام اسلاء. بص عشان المدارس، عشان المصيف، عشان كده كوبايه شاي المغرب الصبح للفطار، وريحتها تحفه بالزبده بقى في منتهى الجمال، واللبن الرايب والقشطه كده في منتهى الجمال. ادي شكلها يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى في الصاج بردك هنا، وهوريكم الصاج. هكمل الصاج واوريه لكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولما اكون في مكان في الصاج كده باجي جايبه سكينه واقطع واحده نصين كده بحيث ان انا اكمل بها الصاج. ادي شكلها يا بنات كده، شكل الصاج اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اكمل بقى كده ايه فرد ونرجع. القرص بسم الله ما شاء الله يا بنات، الفرن يكون نار حاميه، واهم حاجه اللي يعني ايه ما يسيبوش يعني يخمر زياده عن اللزوم، ولا نركنه كده كده. بسم الله ما شاء الله هوريكم الشكل والمنظر والجمال. فرن جميله في السوا بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى كده نشوف احلى طريقه واجمل طريقه للقرص الناعمه الطريه الفلاحي اللي بالسمنه البلدي الزبده البلدي. بسم الله ما شاء الله على ريحتها ومنتهى الجمال. بصوا كده شوفوا شكلها كده معايا. بألف هنا وشفا على قلوبكم وقلوبنا اللي ياكل واللي يشوف. احلى قرص فلاحي يا بنات. تعالوا نشوف بقى عملناها ازاي بالزبده النيوزيلندي واللبن الرايب والقشطه. كوبايه شاي بالنعناع بقى كده وقرصتين الله عليها كده بالليل او في المصيف او المدارس او والصبح في اي وقت كده يا بنات. اتفضلوا بقى شوفوا عملناها ازاي. كده نهايه الفيديو يا بنات. بصوا السوا في منتهى الجمال طريه، الله على جمالها وريحتها منتهى الجمال. ريحه الزبده في منتهى الجمال. وادي السوا بتاعها، اهم حاجه السوا يا بنات. ادي سواها بسم الله ما شاء الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. نعمل لايك ونعمل شير ونفعل الجرس وما اشتركش في القناه اشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.